لو جاهزين قولوا لي. خدكم ننزل الشارع نشوف مين اللي هيجاوب، مين هنضحك معاه، مين هنقول له مبروك لما بتكسب معانا جنيه الذهب. يلا السؤال بقى هو من الستات، لو عندك 4 ستات ازاي تخليهم 66؟ 4 ستات بس اوعى تضايق نفسك، خليهم 66. عاوزك تطلع من اللي انت فيه ده، 1 2 ما تتضايقش، 3 يبقى عندك تفاؤل، ده شرط البرنامج. اقف كده وافرح، قول يا رب الاول. يا رب مصر هتبقى تمام. ولا يا جماعه اجمدوا. لا الحقيقه مش عارف السؤال ده ازاي خليهم 4 في 6 ب 24 66 يعني انت قربت بس 24 يبقى 4 و2 6 مثلا. انت باصص فين يا عم؟ باصص فين؟ أربع ستات. أنت متجوز كام واحدة؟ واحدة بس الحمد لله، ربنا يتوب علي. لو 4 ستات عايزين نخليهم 66 بأي عمليات حسابية تيجي إزاي؟ وأسأل واحد واحد كده وبنظام. 4 ستات إزاي نخليهم 66 بعملية حسابية؟ أبدأ من هنا أول واحد وألف تاني. 4 ستات يلا ننظم نفسينا كده، النظام كويس. ازاي نخليهم 4 66؟ ستات. أحلى حاجة ننزل الشارع، الشارع يبقى هادي، ممكن نقف دقيقة كده ساكتين. يا سلام، لا حداد إيه انبساط. لا في كلاكس. ازاي نخليهم مش قلت نسكت؟ لا دخلوا 16. استنى يا ابويا جاي لك. ها 4 ستات ازاي نخليهم 66 بقى يعملها حسابيه؟ عملية حسابية. ولا تضايق نفسك. نقسمهم على 3. قسموا على 3. لا ما تستخدمش حاجه من بره، ثانيه واحده. هجيلك. لا بفكر. هنشيل ستتين. نقسم على 2. لو 3 كل واحد 22. بصوا الاربع ستات بعمليات حسابيه من الستات فقط. من الستات فقط؟ يطلعوا 66. يخلفوا ايه؟ 4 ستات يخلفوا. يخلفوا ولاد وبنات. ايوه مش ولاد وبنات، و- يخلفوهم الارقام يعني. يعني الكبير هيبقى اسمه فتحي، لو 4 16. والصغير هنسميه ميزو. 4 هيخلفوا. بس نشوف المشكله دي. طب الصغير نسميه ايه؟ نعم. نسميه ايه؟ محمد 6. لا صغير. انا زي ابني اسميه زكريا. زكريا. ايه يا ابو زكريا؟ ايه الايد دي يا عم؟ انت بتاكل ايه يا زكريا؟ بص الايد دي. نقسمهم الموديل ده مش موجود من زمان. بس ها حضرتك السؤال ايه؟ انا مش نسيت بيقول السؤال لك ايه؟ 4. لا مش عارفه. برافو عليكم. تعالى يا يونيفورم تعالى. أربع ستات. 4 ستات زي نخليهم 66. ارجع لكم تاني. 4 ستات زي 61. زي نخليهم 66. يلا نطلع كام؟ 6600. نطلع كام؟ 6600. 6600. ايوه بقى 66. 6600. ايه يا عم عرفت ايه صح؟ اهدى يا ابني اهدى. صح ولا غلط؟ اقول الحل هنضيف عليهم 62 ست. 62 ست. يبقى 66 ست 66 نزود ست. عليهم كام؟ الاربع ستات ها؟ يبقى 66 ست. 66. تعالي انت عرفت الحل شكلك. هي تعالي اللي عارفاها هي اللي قالته. تعالي. بص. ها انت اللي قلت له؟ هي اللي قالت لي زوجتي. زوجتك؟ زوجتي، جوزين بالكم قد ايه؟ سنتين تقريبا. لا مش تقريبا سنتين ده بالساعة. سنتين ونص. سنتين وست اشهر. تتجوز كم مرة؟ لا مرة واحدة. هي مرة. لا مرة واحدة. مش هتتكرر تاني. تجوزوا مرتين؟ لا هي مرة واحدة. مرة واحدة. ما يقدرش. كل يوم يبقى يعني عهد جديد ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الاربع الله. ستات ازاي نخليهم 66 بقى يعملها حسابية، بس ركز كده يلا. ماشي ما هنضيف عليهم 62 ست. مع الأربعة يبقى شرح محل ليه؟ 66 ست. انا قلت 4 ستات ان هي 4 ستات نحط عليهم 62. ايه الاربع ستات اللي المسلسلات دي؟ هو الواحد عايز يتجوز واحدة. لا برضو. عاوز ايه؟ انا بقول شعر. ها؟ بقول شعر. وانا حد داعي لي كل خطوة قابل شاعر؟ معلش بقى. قول الشعر بتاعك بسرعة. بسرعة. بقول حاجة صدق اسمها عشان يسمع الشعر. حاجة اسمها عذرا أيها الشهيد. بقول عذرا أيها الشهيد، قد ماتت نخوتنا فينا، ونسيناك خالد يا سعيد، ونسى أقباتنا مينا، ورضينا العيش كالعبيد، ولم يرضى العبيد بينا. شكرا يا أستاذ. بس كده؟ عذرا. الاربع ستات 66 في 6 وهنقسمهم على 6. هنقسم الناتج على 6.
هيطلع 66. يطلع نفس الرقم 66 في 6 على 6 يطلع نفس الموضوع. عايزه ب 66. 4 في 11 ب 44 وهنزود 20 من عند حضرتك. قول لي جبتها صح. ها 4 في 11 ب 44 زود كام من عند حضرتك 20. ملهاش حل غير كده. يا عم الشعر الحلو ده يا عم. عامله ازاي ده؟ زرعه. زرع والله؟ عمليه ولا ايه؟ بايه دي بقى بالبتاع؟ بس انا عارف واحد عاوز يزرع، تعالى يا حمد. إيه؟ زرع شعرك ده؟ فين؟ اخويا اللي زرعهولي. بايه بقى بالفتله وابره؟ والله بكلم بجد؟ والله زرع بره مش هنا. ازاي يعني بيعمل ايه؟ عمليات زرع. كام بقى يكلف يعني؟ اخويا هو اللي دافع. اخويا اللي دافع. ايوه حوالي كام يعني 100 جنيه 200 500؟ لا اكتر. يا عم زرع شعره ما هو كده احلى اهو يا عم. 4 ستات بقى يعمل ايه حسابيه؟ ازاي يبقى 66؟ لسه شو 4 ستات. اللي هجيله بعد كده. 4 ستات. 6 ناقص 6 هيبدا 6. 0 6 ناقص 6 هيبدا 6. تعالى. انا قابلتك قبل كده. لا اول مره لا. 6 و6 12 في 6 ب 72 من 6 ب 66. قولها لي تاني كده. انت ايه شغال فين؟ شغال في البنزين انا مراقب المحطه دي. بتحسب تصدق ريحه البنزين موجوده. ثانيه واحده. قول لي كده. 6 و6 12 في 6 ب 72 من 6 6 زائد 6 12 في 6 ب 72 ناقص 6 ب 66. 6 و6 12 في 6 ب 72 ناقص 6 ب 66. 6 زائد 6 12 في 6 في 6 72 ناقص 6 يبقى 66. يبقى 66. واسمك ايه؟ سمير ابراهيم احمد. عم سمير قول له مبروك تاخد الجنيه الدهب. كمل معاكم مهرجان الجوائز وقلنا فيه فقره الفرحه. ابعتوا لنا يمكن هنطلع بكره او بعده نشوف اول واحد يكسب معانا ان شاء الله. ابعتوا على الايميل على صد بيعة الزمالك القاهره 464 امبابه جيزه عشان تكسبوا معانا فقره الفرحه. 150 جهاز عريس وعروسه، 150 مشروع صغير، 150 عمره، حاجه جميله. يدعوا لنا. لما بنقدم جايزه او فقره بدعو ربنا انها تروح لصاحبها بجد اللي يستحقها، وخصوصا لو عنده ظروف صعبه، وخصوصا اللي هو محتاجها، وخصوصا ان هي بالنسبه له امل. لو ربنا كاتبها له ان شاء الله هكتبها. خصوصا لو صحته برضه محتاجه دعم معنوي روحاني. اللي كسب العمره النهارده هشام عبد الهادي علي طاحون. ازيك يا عم هشام؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله نحمد ربنا ونشكره. انت بتكلمني انت كنت كويس دلوقتي. انا كنت طالبة وربنا استجاب لي. البركة فيكم في ربنا في الناس طيبة، الناس اللي فيها قلبها خير لغاية هذا الآن. بقول لك مصر مفيهاش خير، مصر فيها خير وفيها ناس كويسة، بس للأسف الناس الوحشة اللي خلاها الناس اللي بتعمل خير متغطية، لكن الخير في أمتي إلى يوم الدين. ونعم. الحمد صدق لله. يا رسول الله. اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله. هشام على فكرة عنده مرض فشل كلوي فبيغسل 3 مرات. عندي 3 مرات في الأسبوع. وعندي القلب وبعين حصل تليف على عينيا دي من راحت خالص، ودي عليها تليف. قلب زائد مشاكل في الصدر حصل من غسيل تآكل في الفقرات. انت كام سنة؟ أنا 50 سنة. لما سألنا لقيناه قاعد وحيد، لا أم ولا أب ولا أخت. يمكن ليه أخ مش بس انت سايبك لوحدك؟ هو لسه اتحايلت عليه إن يجيبني هنا، يمكن قدام الحاج جابني وهو واخد بعضه قال لي انت. أنا عاوز أسأل سؤال هيبقى شبه تكرار يعني. هذه النماذج اللي بنقدمها هي نماذج موجودة في كل بيت، في كل شارع، في كل حارة. قلنا في ثورة كبيرة تمت، جه دور الدولة إنه محدش يبقى لوحده، إن يبقى في تأمين صحي، في تأمين شامل.
انت بتاخد معاش او مرتب؟ لا. عايش ازاي؟ مساعدة من أهل الخير. انما جهه حكوميه بتدعمك مثلا في حاجه تامين اي حاجه؟ مفيش أي حاجة ساعتها. ما تاخدش معاش اللي هو معاش الضمان؟ ولا الضمان. ليه؟ سيادتك مكتب اول ب 200,000 250,000. بشكر السيد محافظ الفيوم اللي كنت معاه في الاجتماع وعرضنا مشكله هذا المركز اللي الاهالي جابوه لنا وكان معطل عشان 250,000 جنيه. بشكر المحافظ مره اخرى وبقول الحمد لله انه هذا المركز اشتغل. الحمد لله انه في مكان كان مظلم نور. تعالوا نشوف هذا المركز. نبدأ بقى الحرف الذهبي والجملة دي سهلة. اسمك ايه؟ وائل يحيى. وائل يحيى. تعمل رجيم ها؟ اكيد. حلو في الصيام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. طب امسك كده الكارت ده قول لي الحروف. ألف عين ميم لام خ ي ر واو ألف ر ميم ي ف ي ب ح ر. كمل. دي جملة واخد بالك حروفها ورا بعض. قول الكلمات عشان تطلع معنى جميل احنا بندور عليه. الفكرة في الحروف الذهبية في معنى هنقوله بس عايزين نعمله يبقى من قلبنا. تعالى يا حبيبي. دي كلمات حروف تعمل كلمات. ألف عين ميم لام خ. ساعدني يا وائل. ماشي ماشي. اعمل خير. ايوه ها. وارميه في البحر. وارميه في البحر. ايوه. جاري. لغايه كده سهله بقى ها. وارميه في بحر جاري. انتوا مع بعض ولا ايه؟ ابني. ايه ابنك؟ والله. طب تعالى كده. وائل بتشتغل ايه؟ محامي. بيرفع علينا قضيه. ما انا بسال وائل اهو. ماشي. ثانيه واحده. ماشي جاري. وإن ضاع مع عند ضاع عند العبد. بص ده والدتك ما يطلع له قدام كده. مدرسة لغة عربية يا فندم. والله فين؟ ثانيه واحده. اسكندرية. اسكندريه. جاي القاهره ليه؟ جايين القاهرة نتسوق نعمل شوبينج. سوقتوا؟ حاجه غليت قوي. معلش. ليه الجمهور يا وائل بيسلم عليك مين؟ مراتي. مراتك. طب تعالي اقفي جنبه تعالي في الصوره. من اسكندريه جاوا الى القاهره عشان نسالهم الحرف الذهبي. تعالي. في المدام بتاعته. اقفي جنبه يلا. انبسطتوا في القاهره هنا؟ اسكندريه عملت ايه؟ اسكندريه وحشتني والله. والله عاوزاك ما انت ما بتجيش فيها. لا اجي لكم الاسبوع الجاي. لا مش هتيجي. انا عارف. صور الصبح وبعد الظهر يعني. ربنا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 11 وربع. طب يلا بقى كملي عشان انت شكلك هتجاوبي كده. وإن ضاع عند العبد. لا ابدا من الاول. الف عين ميم لام. اعمل خير وارميه في بحر جاري. وإن ضاع عند العبد ما يضيع شيء عند الباري. يعني ايه بقى؟ يعني الإنسان يعمل الخير ويرميه في البحر ما ينتظرش المقابل من العبد. هل حصل من الله سبحانه وتعالى. حصل معاكي موقف زي ده؟ أكيد طبعا. ايه هو بقى؟ كتير. احكي لنا موقف واحد بس ما فيش على بالي موقف محدد ولكن حصل معايا مواقف كتيرة. الإنسان دايما لازم يعمل الخير وما ينتظرش المقابل. انت شفت ده مثلا في قضيه جات لك واحد متورط كده؟ احكي لي حاجه واحده بس. يعني والله بتبقى في اصابات امانه دايما اللي هي بتبقوا بتوع القسط دايما بيستغلوا الناس. واحد يقول لي واحد تعالى والنبي اضمني وسيبه يدبسه. حضرت المواضيع دي وكنت بتطلع ناس من الحبس ويبقى الضامن هو دايما هو اللي بيبقى في المشكله. دي مشكله كبيره. انت حضرت المواضيع دي وكنت بجيب حلقات عن الموضوع. السنه اللي قبل فاتت. والمثل بيقول بقى حضرتك عشان تقربوا من الجايزه كده امسكي وقولي كده. اعمل خير وارميه في بحر جاري وإن ضاع عند العبد ما يضيع شيء عند الباري. الحرف الذهبي ده هتديه لمين هديه بقى؟ هديه لبنتي. فين بنتي؟ اهي. شفت مراتك كانت هنا ولا؟ هي بنتي وهو جوزها يبقى هما الاثنين ولادي. لا 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 معلش انت قلت ابني وانت قلت دي حماتي مش كده؟ هي بتقول لا ابني. امي. هو بيعتبرها مامته. امي ما بقولهاش من ساعه ما اتجوزته من ساعه ما خطبته هي امي بقولهاش. لا معلش انا لا 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 احنا ورقه وقلم معاك حاجه تثبت كده؟
هترجع في كلامك؟ اوكي انا راضي. انت عارفه عني كده؟ لا انا اعرف الاستاذ طارق صادق. فعلا الحرف الذهبي للاسره الجميله، الاسره الطيبه، نقول لهم مبروك. ولازم نعمل خير، مش مهم ناخد حاجه من العبد، من عند الرب. احنا بنقول الكلام ده يبقى ليه معنى ونطبقه ونعمله. وانا سعيد ان احنا واقفين في سكون وهدوء. مبسوط انه في ناس جايه من اسكندريه تتفسح في مصر. مصر بلد الحب، احنا بلدنا امان يا جماعه. والحرف الذهبي راح لاسكندريه. شكرا يا استاذ طارق. دي بارك الله فيك وان شاء الله دايما. الف الف مبروك الحرف الذهبي. الف مبروك. شكرا ميرسي. الله يبارك فيك. منظر الاطفال والواحد في الايام الكريمه دي، مش هقول بيزعل او بيتضايق، بس قدر ربنا. لكن ليه ما نصلحش نفسنا؟ ليه ما نقربش من نفسنا؟ طفل اسمه ايه بقى؟ كمال. اسمك ايه؟ كمال. ها؟ كمال. شمال ولا يمين؟ كمال. كمال. كام سنه اهو؟ ماشي في السنه الرابعه. انت عمهم ها؟ عمو. اسمك ايه؟ دنيا. نور. بتدرس ولا لا؟ بدرس. سنه كام؟ طالع تالتة. انت عمتهم ها؟ ايوه عمتها. ستهم ولا عمتهم؟ ستهم. عمتهم وستهم. أنا مبسوط إنه حصل احتضان للأسرة، مبسوط إن هم بيكملوا تعليمهم وإن شاء الله. وأنا يمكن بتابع المشكلة دي بقالنا قد إيه مثلا مع بعض؟ بقالنا سنة. سنة معاكم. سنة مع حضرتك. إحنا بنتكلم على العنف والدهولة والبهدلة، ليه إحنا عاملين كده في بعض؟ ليه كده؟ ربنا ييسر الأمر إن شاء الله، وتبقى إن شاء الله البلد بإذن الله تبقى مستقرة وربنا يصلح من الحال. أنت صحتك عاملة إيه يا نسمع؟ الحمد لله الحمد لله. أنت معاهم هنا في الشقة؟ وجدتهم بقى؟ مع ستهم. الشقة فيها كام واحد هنا؟ هنا 8. محمود وصابرين، معايا مصطفى وصابرين ودنيا وبدر ونور واحمد ورحمه عيالي. كويس، ربنا يعين. الشقة يمكن صغيرة لكن بالحب هتسعهم.